وسياسيا مجتمعيا لكافة مكونات شمال وشرق سوريا، وحاملة لمشروع حل شامل للأزمات التي تعصف بسوريا والمنطقة عامة، الشعوب والعيش المشترك في إرساء السلم والعدالة الاجتماعية. فكانت انطلاقة التأسيس للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة في 21 من الشهر الأول لعام 2014، ومن ثم كوباني وعفرين ومنقج والطبقة والرقة ودير الزور، وتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخاصة تركيا، وتحولت إلى قوة ارتزاق لتنفيذ مآرب تركيا في احتلالها للمناطق السورية ونشر الفوضى والفكر المتطرف، مما زادت من تعمق الأزمة وتحولت الجغرافيا السورية إلى مناطق نفوذ واحتلال تركيا لمناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا. وهنا لا يمكن البحث في أي حل بوجود الاحتلال، ويجب أن يكون تحرير هذه المناطق على رأس قائمة أي مشروع حل سوري، مما يستوجب على كافة القوى السياسية المؤمنة بالحل الديمقراطي وانطلاقا مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالإسراع إلى الحوار السوري عبر مؤتمر جامع والوصول إلى خارطة الطريق نحو التغيير والتحول الديمقراطي في سوريا. وندعو القوى الدولية والأمم المتحدة دعم هذا المسار والعمل معا بغية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. حمل عام 2022 الكثير من الإنجازات وملاحم البطولة والمقاومة التي أبداها أبناء شعبنا بجميع مكوناته في مواجهة كافة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية على جميع الأصعدة، وبالرغم من فرض حالة الطوارئ على مناطق شمال وشرق سوريا بسبب التهديدات التركية المستمرة واستهدافات الطيران المسير للمدنيين والإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية خلال عام 2022. وعملت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة خلال العام بوتيرة عالية لتنفيذ خططها وبرامجها السنوية وتأمين الخدمات للشعب وفق الإمكانات المتوفرة. المستمر في محاربة تنظيم داعش وتطهير المنطقة من الإرهاب. من هذا المنبر نخاطب ونناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان، ونطالب بحظر طيران في سماء شمال وشرق سوريا، ونطالب أيضا بقوات دولية لحماية حدودنا التي تنتهك سيادتها من قبل الاحتلال التركي، ونؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي، ونمد أيدينا لكافة الأطراف السورية لمساهمة الجميع في حل الأزمة السورية. الذكرى التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة. هذه الإدارة التي تأسست بإرادة جميع مكونات المنطقة، والذين رأوا في هذا المشروع شعاع الأمل بعد عقود طويلة من الاضطهاد والاستبداد والإقصاء. 9 سنوات من الصعاب والتحديات المتمثلة بالمنظمات الإرهابية والعدوان التركي الغاشم على المنطقة، والإدارة ما تزال مستمرة، وهذا يعود والفضل الأكبر لآلاف التضحيات من أبنائنا وبناتنا ومقاومة جميع مكونات هذه المنطقة، إلى جانب قوة وتماسك المجتمع والتماسك النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة. ونبارك لأنفسنا وإياكم الذكرى السنوية التاسعة لإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة. هذه الإدارة التي بنيت ورويت بدماء عشرات الآلاف من خيرة شبابها وسواعد رجالها ونسائها وإرادتهم للعيش بكرامة. نلتقي اليوم لنلقي تحية إلى العالم أجمع
أن استطعنا أن ننهض من وسط ركام الأزمة السورية ورحم حطامها ونبني إدارتنا الذاتية بعزيمة أبنائها وبناتها. ها نحن اليوم نثبت أننا تمكنا من كسب كل الرهانات ونتخطى كل العقبات ونطوي صفحتها التاسعة لنبدأ العاشرة، وكلنا عزم وتصميم على المضي قدما نحو المزيد من التطور والبناء. الإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة كانت اللبنة الأولى في مشروع الكيان الديمقراطي الذي امتد ليشمل حوالي ثلث سوريا، وكانت المنصة التي انطلقت منها كافة حملات التحرير وحمت الباقي من سوريا ووفرت الملاذ الآمنة للملايين من السوريين. چند انجباگی اخلاقی براستی جی پر جهب هاتبن دورخستن سیستمی که همون دستانداری که همون اف چانا بلاف کرده بود جهب لی آرمان جاگو جبیری و بری یک سری ده گوان چند جباگی اخلاقی چوا کون بکبین جمع هفته که نشوبین رسن این دیروگی و دم نها چوا به هبره بده مشاندن السربي أساس السربي بنجهه أبري ببريا خسر هاتا باكرن خسر وان بستران دیاری تواهی شهید شورش دیاری شهید اندام رهبری خسر و تواهی گلمه ام بستران دیاری وقت صلبونه بوهای شور شاجنا آزاد آرامی آجی